من صنع أصلا داعش؟ الله ينور عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عشان نحن نصل إلى لماذا فقط صناعة الإرهاب لأهل السنة؟ لماذا الذي استولى على صنعاء يوم الأحد الماضي ارتكب مجازر وهد الدولة اليمنية وأنهى الدولة اليمنية؟ يا سلام. لماذا ليس إرهابيا؟ الذي اقتحم جامعة الإيمان وسرق ما فيها وفخخها وفخخ بيوت الوزراء وسرق الباصات وسرق الدبابات والكتب وأحرق الكتب وقصف بيوت الآمنين وانتهك الأعراض في صنعاء لم يتكلم عنه أحد. أولا لابد أن نبين من صنع داعش عشان نعرف لماذا صنعوا داعش. الذي صنع داعش هو جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي. نعم، هذا الذي رسم وخطط لداعش. لماذا جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي هو صاحب هذه الخطة؟ لماذا؟ لأنه لما رأى أن المجاهدين في سوريا سيطيحون بالنظام حتما والكيان الإسرائيلي، علينا أن نفهم من الغرب موقف الغرب من سوريا غير موقف أمريكا. أمريكا تتحرك في موقفها في سوريا بناء على الرغبة الإسرائيلية. الصهاينة أو دولة ما يسمى إسرائيل لا يرغبون سقوط بشار. فلما بدأ المجاهدون والمقاتلون والجحافل ودعم سعودي تركي قطري كويتي إلى آخره لابد أن يخلق مشكلة في سوريا، فأنشأوا داعش. هو أنشأوها ومونوها. طبعا قد يقول بعض الناس الدهماء لا يعلمون، لكن القيادات الكبيرة مصنوعة استخباراتيا، والقيادات الكبيرة لا نمس شيء. لماذا؟ لأن لا نعرف من هي القيادات الكبيرة. هل أحد يعرف من هو أبو بكر البغدادي؟ فيه أقوال ثلاثة. قيل إنه إبراهيم البدري كان ضابطا في الجيش العراقي، وقيل إنه علي صدام حسين، وقيل إنه 5 أقوال. لا أحد يعرف من هو أبو بكر البغدادي إلى الآن. لا أحد يعرف يقول لي ما اسم أبو بكر البغدادي. حتى العراقيين لا يعرفونه. أتحداهم أن لهم عدة أقوال. أتحدى أي عراقي يعلمني من هو أبو بكر البغدادي. إذن القيادات الكبيرة التي صنعوا منها داعش سواء في العراق أو في سوريا، داعش وحده هنا وهنا. حتى العدناني السوري ما حد يعرف منه. اسمه العدناني. أنا الحين اسمي محمد بن يحيى النجيب، لكن لو قلت أبو أسامة في 100 واحد اسمه أبو أسامة، 100 واحد، يمكن ملايين من المسلمين. وبالتالي صاحب الفضيلة خلقوا هذه القيادات الدهماء اللي يجون من السعودية ومن المغرب العربي ومن العراق ومن اليمن ينضمون إلى داعش. هؤلاء لا يدرون ما وراء الأكمة. هم يأتون ويقول لهم قاتلوا، ونريد أن نقابل الزعيم بكرة بعده وبكرة بعده وبكرة بعده، مشغول فضيلته في الحروب وفي الجهاد في سبيل الله ولا يعرفونه. هنا يا شيخ جو بايدن والمخابرات الأمريكية طبعا والإسرائيلية صنعوا داعش ليقطعوا الطريق على الثورة السورية عشان لا تنتصر على النظام السوري. ويريد الغرب أن يستصلح النظام السوري أو يأتي بنظام قريب من النظام السوري أو يقسم سوريا. قبل هذا ذهبت جبهة النصرة وانصهرت، لم تخدم الهدف، ثم أتت داعش. أيوة، لأن النصرة ما خدموا هدفهم، فكان لابد من خروج داعش واستصلاح النظام السوري، لأنهم لا يريدون أن يسقط، أو وإذا سقط يريدون أن يسقط على أعينهم هم، ما يريدونه على أعين الشعب السوري. العراق أيضا كان نوري المالكي وإيران متنفذين في العراق. فجأة ثارت العشائر العراقية في 6 محافظات سنية، وبدأت الثورة حتى في الشيعة في الجنوب ضد المالكي وإيران. فكان لابد أن تتمدد داعش إلى العراق. لعلمك المالكي أعطى أمر ل60,000 عسكري، أعطى أوامر لكبار الضباط بالانسحاب من نينوى كاملة وليست الموصل فقط. بالله عليك، 500 ميليشيا مسلح دخل الموصل يهزم 60,000. لكنه لما جاء القادة يا شيخ، وأنا سمعت هذا في تقرير في البرلمان العراقي لما كانوا يحققون في قاعدة سبايكر في صلاح الدين يا شيخ، إنه ضباط موالين للمالكي كانوا يقولون اخلعوا بدلكم واهربوا، وإذا جو يهربون هكذا أتتنا الأوامر. هكذا أتتنا الأوامر. المالكي وإيران والولايات المتحدة هي خطة واحدة. لذلك الاتفاقية الأمريكية الإيرانية حاليا تقتضي بأن إيران تدير الشأن الشيعي في المنطقة بالكامل، في اليمن، في سوريا، في العراق، في لبنان، حتى في الخليج.
إيران تدير الشأن الشيعي حتى في القطيف، في الخليج بأكمله، في الخليج بأكمله. مشكلة. أنت تعرف أنت الآن في خلاف سعودي أمريكي بشأن البحرين، وأن الولايات المتحدة تؤيد الوفاق في البحرين، وأن مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون المنظمات وحقوق الإنسان طرد من البحرين وهو في زيارة وأخرج خلال 24 ساعة لأنه كان يجتمع إلى الوفاق وإلى الأحزاب الشيعية وينسق معهم، ولم يجتمع بأي زعيم سني أو مسؤول حكومي في البحرين، فطردته حكومة البحرين وفقها الله، لأن موقف الولايات المتحدة إلى الآن في البحرين هي مع استلام الوفاق للحكم، وأن يكون الحكم في البحرين حكم دستوري، يعني ملك يحكم، ملك الملكية الدستورية، يعني لا، ملك يملك ولا يحكم، يملك ولا يحكم. وهذه ما تريد أمريكا في البحرين. أنا عشان أبين لك، ألم أقل أنا ونشرها الشباب في جميع المواقع الإلكترونية، قلت هنا مع عبد الله يعني الله في هذه القناة المباركة بأن صنعاء ستسقط في أقل من سنة، سقطت في 11 شهر، لأن نحن عندنا قراءة للخطة الأمريكية في المنطقة. ولهذا أنا أقول لشباب المملكة وشباب المسلمين جميعا الذين يريدون أن يلتحقوا بداعش أو بالنصرة أو بخراسان، فرقة خراسان، هذه كلها أسماء أمريكية، هذه كلها اختراعات أمريكية، تذهبون لتكونوا وقودا لها. لماذا أمريكا لم تعتبر هادي العامري الإرهابي الذي يقتل السنة في العراق في منظمة بدر لماذا ليس إرهابيا؟ لماذا قيس الخزعلي عصائب الحق ليس إرهابيا وهو حزب الشيطان؟ حزب الله لماذا ليس إرهابيا؟ الحوثي لماذا ليس إرهابيا؟ أتدري يا شيخ أن المسجد اللي في ديالى الذي قتل فيه 70 من المصلين وجرح المئات أن هذه عصائب الحق ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري؟ ما رأيك أن الآن في تشكيل الحكومة العراقية أن هادي العامري سيصبح وزيرا للداخلية، وأن هناك موافقة أمريكية ليكون هادي العامري الإرهابي القاتل سفاك الدماء وزيرا لداخلية العراق؟ لماذا الإرهاب؟ هم يريدون صنع الصاق الإرهاب بأهل السنة. فأنا أقول لشباب المملكة وشباب الخليج وشباب المسلمين وشباب مصر والعالم الإسلامي بأسره، انتبهوا للفخ الأمريكي الإيراني. لماذا تذهبون إلى منظمات صنعتها المخابرات الأمريكية والغربية ليشوهوا سمعة الإسلام؟ ثم غير يقول الشخص والدليل يا شيخ الأهداف، يعني مثلا الآن يوم الموصل سقطت الموصل نقول قوة في داعش، طيب تركت بغداد واتجهت إلى الأكراد لماذا؟ الله ينور عليك. المفترض أن الهدف الأساسي العاصمة، حيث عصائب الحق، حيث هادي العامري، منظمة بدر، حيث الإرهابيين في بغداد الذين يقتلون أهل السنة. ليش تتجه إلى أخوانك الأكراد السنة؟ ومية الأسئلة في سوريا، ليش وفي سوريا الآن هم يتجهون ناحية تركيا، ناحية الأكراد وناحية المناطق. لكن هل رأيتم اتجهوا إلى اللاذقية أو المناطق التي فيها علوية أو شيعة أو إلى دمشق حيث النظام السوري موجود؟ لم يتجهوا، لأن الأوامر والتعليمات واضحة ومخاطئة.